يا مساء الفل. النهاردة هنعمل اكتر وصفة كلنا بنحبها، ليها شعبية فظيعة جدا عند المصريين، الكشري، بطريقة سهلة جدا وبسيطة وزي بتاع المحلات بالظبط. اول حاجة انا مقطعة البصل بتاعي جوليان او طرنشات. لكل بصلاية بتاخد معلقة كبيرة من النشا، بصلتين معلقتين كبار من النشا. معايا الزيت مقدوح كويس جدا. ببتدي كده اني ازود البصل بالمنظر ده. عايزه اقول لكم ان زيت البصل هو البيزك اللي هنعمل بيه وصفتنا كلها، لحد ما البصل بياخد اللون الذهبي كده، بيتحمر ويبقى مقرمش، بطلعه على ورق مطبخ. بالنسبه لصلصه الكشري، ببتدي اني معايا الطماطم بضربها في الخلاط بالمنظر ده، يعني الصلصه تكون فريش. معايا الحله بتاعتي، ضفت الزيت بتاع البصل اللي انا حمرت بيه، وبعد كده بضيف معلقتين كبار من الشعرية لحد ما تاخد اللون الذهبي بالمنظر ده. بعد كده بضيف الرز المصري بتاعي المغسول ونقعاه كده بتاع دقيقتين، بياخد تشويحة مع الشعرية معايا، مع طبعا التقليب المستمر بالمنظر ده عشان الرز يبقى مفلفل ولذيذ. معايا العدس بتاعي انا نقعاه، سايباه قبليه بليله، ببتدي اني اضيفه على الرز بتاعي بالمنظر ده، ياخد برضو تشويحه مع رشه ملح ورشه من الفلفل والسبع بهارات بس كده. بعد ما بضيف البهارات بتاعتي البسيطه دي، بقلب الرز في تقليب مستمر. معايا المكرونه الاسباجيتي، ببتدي انا كسراها طبعا، وببتدي اني اضيفها مع مكون الرز. لتر من الميه السخنه جدا، ببتدي كده اني اضيفها وادوب المكرونه مع الرز طبعا. وكنت مجهزه جنبي حمص. نيجي بقى لصلصه الكشري. معايا زيت البصل وضفت توم مفروم لحد كده ما ياخد لون غامق بالمنظر ده. ببتدي اني اضيف الطماطم اللي عملتها في الخلاط، وبديها كده غلوايه، معلقه صغيره من السكر، ملح وفلفل وسبع بهارات، بابريكا وكمون، ومعلقتين كبار من معجون صلصه الطماطم طبعا مع التقليب المستمر. ممكن نضيف كمان معلقه صغيره من الخل وهريسه او هوت صوص، بيدي طعم حلو قوي لصلصه الكشري. كل ده على نار متوسطة، الصلصة كده تتسبك وتبقبق مع نفسها. ده الحمص بتاعي انا كنت عاملاه حاجة اكسترا كده جنب الكشري. الرز والمكرونة والشعرية استوت وزي ما انتوا شايفين مفلفل بالمنظر ده. دلوقتي بقى هعمل المكون الاساسي للكشري، دقة الكشري. دقة الكشري مش بعملها على النار اطلاقا. معايا فصين من الثوم مفرومين، عليهم مية فترة، ملح وفلفل وكمون وبابريكا وسبع بهارات بس كده، مع التقليب المستمر. ببتدي كده اني اضيف الرز والمكرونة، عليهم صلصة الكشري المظبوطة والبصل المحمر اللي مجهزاه جنبي بالمنظر ده، وحمص كده بس كده، وعليهم الدقة بقى. اعملوا كشري وبألف هنا وشفا.